اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هشارك معاكم النهارده طريقتي في زراعه التين الشوكي. التين الشوكي من اسهل النباتات اللي ممكن تتزرع. يعني لو حد حابب ان هو يزرع حاجه ومش عايزه تاخد منه مجهود قوي كتير او شغل كتير، ارشح له جدا التين الشوكي. بس هو يعني شرط واحد بس، ان يكون فيه شمس عالية. لو في شمس هادية هيكبر وهينبت وكل حاجة، بس هيبقى الانتاج بتاعه ضعيف شوية. لكن لو في شمس عالية الانتاج بتاعه ان شاء الله هيبقى كتير. فانا هزرع معاكم النهاردة التين الشوكي، ويا رب تكون الطريقة سهلة ومفيدة معاكم. اول حاجة هنحتاج ان احنا نجيب كف التين الشوكي. في حاجه اسمها كف وفي حاجه اسمها كتف. الكف اللي هو بيبقى قطعه واحده كده. الكتف بقى اللي هو بيبقى طالع منه كذا ورقه كمان. لو عرفتوا تجيبوا الكتف طبعا هيبقى احسن، لانه هينبت معانا اسرع. اما الكف لسه هيستنى شويه مع بال ما ينبت. فانا معايا النهارده كف هزرعه معاكم. شرط ان احنا لما نيجي نجيب الكف ده، طبعا احنا ممكن نجيب الكف ده من اي مكان، يعني ممكن من اي مشتل، من اي حد عنده زارع تين شوكي. ممكن ان احنا نستأذنه ناخد منه كف او كتف، او ان احنا نروح نشتريه. فهو سهل جدا ان احنا ممكن نحصل عليه يعني. فلما هناخد الكف او الكتف مش هنزرعه على طول، احنا هناخد الكف او الكتف يعني ناخده من الشتلة الرئيسية، الشجرة الرئيسية بتاعته، نسيبه حوالي اسبوع قبل ما احنا نزرعه. ده بيسهل نموه بطريقة اسرع. تمام. يبقى اول حاجة معانا الكف اهو. التين الشوكي بيتزرع في اي تربة. تمام. معاه اي تربة، شرب تمام، رمل تمام، خليط تمام. فهو يعني نبات مريح جدا وسهل جدا يعني. هنبدأ كده بسم الله ان احنا نحط شوية شرب وشوية رمل. ممكن نكتر الرمل اكتر من الشرب شوية، مفيش مشكلة. تمام كده. هخلطهم بقى في بعض كويس. التين الشوكي فعلا من اجمل النباتات واسهل النباتات اللي احنا ممكن نزرعها. انصحكم جدا ان انتوا تزرعوها سواء في البلكونة، لو البلكونة عندكم الشمس بتاعها عالية، او على السطح، او حتى تحت البيت ليكم او صدق عنكم. فده هتبقى فكرة جميلة جدا للي حابب يزرع. بس كده انا جهزت التربة بتاعته، معظمها رمل اهي. كمان حبة. تمام كده. هجيب بقى الكف بتاعي ده وهغرز يعني تقريبا الربع كده جوه القصيص. بسم الله. بس كده بالشكل ده. وهنروي غمر. يعني ايه غمر؟ يعني هنروي لحد ما المية تنزل من فتحات الصرف.
وبكده فعلا يكون خلاص احنا زرعنا تين شوكي عندنا. ما بيحتاجش اي عناية خالص، ننساه خالص في الري، يعني نروي كل ما التربة تحجر مش تجف، تحجر تماما. في الشتاء يعني ممكن نروي في الشتاء كله مثلا مرة مرتين بالكتير. يعني في الصيف بقى ممكن ناخد بالنا لما التربة تحجر تماما وتجف تماما، بيتسمد مرة واحدة في الشتاء. وفي على فكرة في ناس انا اعرفهم يعني بيزرعوه من غير تسميد وبينتج معاهم وتمام. بس كده ويكون احنا خلصنا. خلصنا مع بعض، زرعنا مع بعض التين الشوكي. ان شاء الله الزرعة تنجح. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.